السلام عليكم. في الفيديو ده هناخد بارازيت مهم في عائلة النيماتود، ألا وهو الأونكوسيركا فولفولاس. ودي بتنتقل بسبب جرثة لدبانة بتكون محتوية على الانفكتيف فلاريفورم لارفا. والدبانة دي بتكون حجمها صغير وموجودة بجوار الأنهار في بعض الدول الآسيوية وبالأخص اليمن وبعض الدول الأفريقية اللي مجاورة للنهر، بتسبب مشاكل في العين وبتوصل للعمى. في البداية الأونكوسيركا فولفولاس ودي بنقول عليها الريفر بلايندنس، وليه بنقول عليها عمل أنهار بسبب إن الدبانة دي بتكون موجودة بجوار الأنهار، زي ما اتفقنا إن في بعض الدول الآسيوية وبعض الدول الأفريقية. أما عن الهابيتات بتاعتها فبتكون سبكوتينيوس. وأما عن المورفولوجي فهي شكلها من الراوندد وورم طبعا نيماتود، وبتتكون من أدلت ميل وفيميل. أما عن اللايف سايكل فبنبدأ هنا بالإنسان. الإنسان ده بيكون مش مصاب بأي حاجة، ولكن بتاجي الدبانة اللي اسمها سيميوليا، ودي بتكون في ميل وبتاجي تجرس الإنسان، واتفقنا إن هي بتكون بالقرب من الأنهار. فلما بتجرس الإنسان بتديله الانفكتيف فلاريفورم لارفا. الانفكتيف فلاريفورم لارفا دي بتروح للإسكن، فلما بتروح للإسكن بتروح تتحول لأدلت ميل وفيميل. هنا الميل بيخصب الفيميل، وبعد ما بيخصب الفيميل بيسيبه عشان تروح للإنسان في السبكوتينيوس وتعمل سبكوتينيوس ميجريشن. فلما بتروح للسبكوتينيوس ميجريشن هي بتحب المناطق اللي بيبقى فيها العظم بارز والجلد رفيع، ودي هنلاقيها في مناطق زي ايه بالظبط؟ زي الاسكاب، هي عظمة بتاعت جبهة الوجه، والقلبو عظمة الكوع، وكمان الريبس، وممكن الاسكابيولا لان ده هنلاقي الجلد رفيع وكمان بوني برومينانس. فبتروح مثلا زي الاسكاب دي وتروح تعمل فيها نديول. النديول ده هي بتلف نفسها كده وبتاجي تعمل نديول، فبنلاقي ان البون برومينانس هنا في نديول وبتعمل ديسفيجرنج، يعني بتشوه وجه الانسان ده. وكمان خلاص لما وصلت للمنطقة دي فبتاجي تولد المايكروفيلاريا. هنا المشكلة كلها اللي بتعمل السبب العميان واللي بتسبب حاجات في الجلد هي المايكروفيلاريا، فهي بتسبب مشاكل في الجلد وكمان في العين، وهنعرف ازاي. اما بعدين بتروح للبلاد فيسلز، وبعد ما بتروح للبلاد فيسلز الانسان هنا كده بيبقى محتوي على الميكروفيلاريا. فبتاجي بعدين الدبانة دي وتاجي تجرس الإنسان. فلما بتجرس الإنسان هي أخذت كده الميكروفيلاريا منه عشان تتحول فيها إلى الانفكتيف فيلاريفورم لارفا. كده بتكون انتهت السايكل. فلما بتحتوي على الانفكتيف فيلاريفورم لارفا هي بتقدر كده بعدين ان هي تنقل سواء لنفس الانسان او ان هي تنقل بانسان تاني سليم. هنا بقى لو كنت عاوز اعرف تفاصيل اكتر عن اللايف سايكل، زي مثلا مين الديفينيتيف هوست. هنا الانسان الديفينيتيف هوست هو اللي جاله الديزيز. طيب مين الفيكتور؟ هي من الحشره او الدبانه اللي جرست الانسان، هي السيميوليا. اما عن المود اوف انفكشن كان من خلال البيض بتاع الفيكتور ده. اما من خلال ان احنا كنا عايزين نعرف الانفكتيف ستيج فهي الانفكتيف فيلاريفورم لارفا اللي اتحولت بعدين لادلت ميل وفيميل. وبرده كمان من الديagnostic ستيج فهنا المايكروفيلاريا. والمايكروفيلاريا هنا بعرفه من خلال ان احنا باخد عينة سواء من النديول او باخدها من الاسكين، وانا اعرف ازاي في التشخيص. وكمان هنا من الهابيتات فهي السبكوتينيوس تيشو. اما هنا لو جينا عاوزين نعرف مين السايكلو، يعني ايه نوع الترانسميشن، فهنا نوعه سايكلو ديفلوبمنتال. يعني ايه سايكلو ديفلوبمنتال؟ يعني الانفكتيف فيلاريفورم لارفا دخلت ولكن ما اتكسرتش في العدد بتاعها، لكن هي كبرت بس، فاحنا بنقول عليها من كلمة سايكلو ان هي عملت سايكل، ديفلوبمنتال ان هي اتطورت وكبرت، فاحنا بنقول عليها سايكلو ديفلوبمنتال. اما لو كترت في العدد زي ما اتفقنا ان اسمها سايكلو بروبيكيتيف، يعني زادت في العدد بتاعها بس ما بتكبرش ساعتها. اما الاعراض اللي هيتعرض لها البيشنت فلو اخدناها خطوه خطوه، اول حاجه هي الاونكوسيركا نديول. لما راحت الفيميل راحت عملت النديول دي، واتفقنا ان هي بتكون في مناطق محدده زي القلبو وكمان زي الاسكابيولا، وممكن تاجي في الاسكاب او ان هي تاجي في الريبس. كمان المايكروفيلاريا وان هي اتفقنا ان هي بتعمل حاجتين وبتأثر على حاجتين.
فاول حاجه بتاثر على الاسكان، فبتعمل حاجه اسمها الاونكوديرماتيتس بسبب التهابات في الجلد، وبتعمل في الاكيوت ليجن لما بتبقى هي داخله واول اللي داخله، فهي بتعمل بسبب كذا حاجه، بتخلي الشخص ده بسبب النديول ده وبيبقى فيه احمرار في الجلد عنده وفي بيبقى فيه هرش، فالانسان هنا بيبقى عنده بريورايتس. بالاضافه لكده فالانسان ده بيبقى عنده زي اديمه كده، تلاقي جسمه منفخ. اما في الكرونيك ليجن فمن كتر ما هي قعدت فتره كبيره، فالسكن هنا بيحصل له ان هو بيتحول لليزرد سكن، لجلد السلحفه. ليه بنقول عليها جلد السلحفه؟ لان الجلد هنا بتاع الانسان بيكون مجشف، فبيبقى شبه جلد السلحفه. وكمان لوبرد سكين. لوبرد سكين هنا بنلاقي ان الجلد مثلا لو كانت البشره بتاعت الانسان هنا سوداء، بنلاقي ان في مناطق فيها كده مبيضه، فبنقول بنسميها ان هي زي جلد الفهد. بالاضافه لكده فهي ممكن تاثر على العين، فلما بتاثر على العين بتاثر على كل الطبقات بتاعت العين. فهي الميكروفيلاريا دي بتكون موجودة فيها حاجة اسمها بكتيريا كده اسمها ويلباخيا. الويلباخيا دي اللي بتكون موجودة فيها بيبقى في ما بينهم تبادل منفعة. يعني ايه تبادل منفعة؟ يعني هي بتديها حاجات وهي دي بتديها حاجات، والاتنين بينفعوا بعضهم بحيث ان هما الاتنين يعيشوا. يعني لو قلت لك انا شلت الويلباخيا هنا ده وموتها، فهنا الميكروفيلاريا هتموت. فلما بيروحوا للعين فبكده بيبقى موجود البكتيريا وكمان موجود الميكروفيلاريا، فبيفضلوا يطلعوا في الانتيجين، فده بيسبب كرياتيتس، التهاب في طبقة الكيراتين، وكمان بتسبب كوريوتينايتس، إلى أن تصل إن الإنسان يبقى عنده عمى بيبقى في العينين الاتنين، مش بيبقى في عين واحدة، بيبقى عمى في الاتنين. وكمان بالإضافة لكده إن الإنسان ده بيبقى عنده مازوتي رياكشن. يعني إيه مازوتي رياكشن؟ هو نوع من الألرجي اللي بيحصل فيه فيفر، ارتفاع في درجة الحرارة، وبالإضافة لكده الإنسان ده بيكون في إديمة وجسمه متنفخ، وكمان أزمة هو مش قادر يتنفس، وبتوصل بعدين إلى أبدومينال بين. أما عن التشخيص فبيكون من خلال demonstration الميكروفيلاريا، وده بنعمله من خلال إن إحنا بنعمل سكين سنيب. سكين سنيب ده إن إحنا بناخد جزء بسيط خالص من الجلد كده بأداة معينة، وبنجي نفحصه على الميكروسكوب، فبنلاقي إن إحنا موجود في الميكروفيلاريا. بالإضافة لكده إن إحنا قلنا إن هي موجودة في العين، فبنعمل حاجة اسمها سليت لامب اكزامينيشن، وده فحص الرمد الطبيعي، واللي بنلاقي فيه ان اللارفا موجودة في العين. واما كمان بنعمل ايه تاني؟ فاحنا بنعمل demonstration of adult biopsy، ودي زي ما اتفقنا ان هي موجودة في النديول، فبنجي نفحص النديول دي سواء كانت في الالبو او في الريبس او في الاسكابيولا او في الاسكاب. وكمان من خلال البي سي ار ان احنا بنشوف الانتيجين، ومن خلال الإليزا إن هي بينتج ضدها أجسام مضادة، فبنفضل نبحث على الأجسام المضادة هل موجودة في جسم البيشنت أو لا. أما عن العلاج فإحنا بندي الأيفرمكتين، والأيفرمكتين ده بيكون مخصص إن هو يعمل كيل للميكروفيلاريا، وده بندي الجرعة بتاعته بتكون كررون كل 6 شهور أو 3 شهور لمدة 12 سنة. طيب ليه احنا بنقول لمدة 12 سنة؟ عشان تكون الأدلت فيميل ماتت. طيب احنا ليه ما نديش حاجة تقتل الأدلت فيميل؟ زي مثلا الدي اي سي اللي هي الداي ايسايل كاربامازين. ده بسبب ان احنا لو موتنا الادلت فيميل فممكن يحصل الرجيك مانيفستيشن، ممكن تؤدي للانسان ده من كتر الالرجيك مانيفستيشن اللي حصلت فيه ان الانسان ده يحصل له ديس، فده انت كده بدل ما بتعالجه بتموته. وكمان ممكن بندي معاه الانتيبيوتيك، لان احنا زي ما اتفقنا ان في الولباخيا اللي موجوده في الميكروفيلاريا اللي احنا قلنا في ما بينهم تبادل منفعه، فلو قتلت البكتيريا كده انا بقتل الميكروفيلاريا. بالاضافه لكده انا بعمل نوديولوكتومي. نوديولوكتومي طبعا زي ما احنا اتفقنا ان هي موجوده فيها الادلت فيميل، فانا بعمل لها استئصال كده، وهي زائد كمان ان هي لو عامله ديسفيجرنج او عامله كمان بين او ضغط على نيرف او كده، فبتبقى عامله بين، فانا بضطر ان انا ادخل واعمل لها عمليه جراحيه، وبالاضافه لكده ان انا بشيل الادلت فيميل منها عشان ما تفضلش ان هي تولد في الميكروفيلاريا اكتر.
اما عن البريفنشن والكنترول فبيكون من خلال سكريننج والريبيلنت. يعني احنا بنعمل ايه في السكريننج؟ يعني لو كانت المنازل دي بالقرب من الانهار فاحنا بنضطر ان المنازل دي بتبقى مغلقة كويس عشان ما تدخلش حشرات. والريبيلنت ان احنا بندي مبيدات حشرية عشان نقدر نتخلص من الحشرات دي. وكمان ان احنا بنرتدي ملابس بتبقى فاتحة عشان دي مش بتجذب اكتر الدبان ده، وخصوصا اي دبان او اي حشرات الملابس الفاتحة مش بتجذبها. وكمان الكيموبروفلاكسس ان احنا في المناطق دي ومناطق كمان الانديميك فيها الديزيز ده، فاحنا ندي الجرعة بتاعة ايفرمكتين عشان لو كانت هو صاب بالحاجة دي او كده فاحنا نقدر من اول البداية ان احنا بنقتل الميكروفيلاريا فالانسان ده يستطيع ان هو يتشفي بسرعة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. داتا الفيديوهات هتلاقوها على قناة التليجرام. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد، والضغط على زر اللايك ومشاركة القناة على أوسع نطاق.